أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنكن من الحمادين على سائر الأحوال. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يا من اصطفاكم الله تعالى من سائر خلقه وجعلكم من أهل القرآن العظيم، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا كتاب ربنا عز وجل ينادينا ويخاطبنا بقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تأملوا هذه الآية جيدا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هل تستطيع أن تعد نعمة الله تعالى عليك وأنت في أي حالة من حالاتك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا عباد الله، ليفكر كل واحد في نعم الله تعالى التي أسبغها علينا في سائر أعمالنا. نعمه لا تعد ولا تحصى، لا في الصحة ولا في المرض، لا في الغنى ولا في الفقر، لا في الأمن ولا في الخوف ولا في القوة ولا في الضعف، لا في العز ولا في الذل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يتحدانا الله تعالى في إيساء النعم، من يستطيع إيساءها في أي حالة كان، فلنكن على عمل من الظلم لأنفسنا وكفران النعم. إن الإنسان لظلوم كفار. قال لنا بالمقابل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الرب ربنا، نعمنا فلم يجدنا شاكرين، وابتلانا فلم يجدنا صابرين، فلا هو أزال النعمة بترك الشكر ولا أدام الشدة بترك الصبر، لأنه إله جواد